مدن نينوى أسماء وأصول. الخازر نهير يصب في الزاب الأعلى، فهو أحد روافده ومجراه بين الزاب ودجلة، يخترق مناطق جبلية وسهلية خصبة. وصفه ياقوت وصفا مفيدا فقال: خازر بعد الألف زاي مكسورة، وهو نهر بين إربل والموصل، ثم بين الزاب الأعلى ودجلة. وعليه كورة يقال لها نخلا، وأهل نخلة يسمون الخازر بريشوة، مبدأه من قرية يقال لها أربون من ناحية نخلة، ويخرج من بين جبل خلبت والعمرانية، ويحدر إلى كورة المرج من أعمال قلعة شوش والعقر إلى أن يصب في دجلة. وهو موضع كانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن مالك الأشتر النخعي في أيام المختار، ويومئذ قتل ابن زياد الفاسق، وذلك في سنة 66 للهجرة. لبث هذا النهر محافظا على اسمه منذ العصر الآشوري حتى اليوم، فقد كان يعرف في أيام الآشوريين بصورة خازر. الخزنة قرية صغيرة في شرق الموصل على 15 ميلا منها، تابعة لناحية الحمدانية، وأهلها من الشبك، وعلى مقربة منها تل أثري يسمى خزنة تبة. سمي بذلك لزعم الناس هناك أن فيه كنزا دفينا. وقد فحص سبايرز هذا التل سنة 1927، فعثر فوق سطحه على كسر من فخار مصبوغ صبغا متقنا، وعلى قطع من صوان وسبج، دلت على أن الموضع من أقدم المواطن العراقية المندرسة، ولكن لم يجري فيه تنقيب.